يا مساء الورد، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. ليله مباراه الاهلي وسيراميكا. لا اوعى تقول لي ايه الاهلي وسيراميكا يا ماتش قمه. ماتش قمه، وركز معايا في الكلمتين دول، واوعى تقع في الفخ. اوعى تقع في الفخ. دلوقتي يا جماعه الاتموسفير كله بيقول لك ان خلاص، ان الاهلي خلاص خد دوري. افتح راديو هتلاقي حد بيقول لك الاهلي خد دوري. اطلع كوبري 6 اكتوبر هتلاقي يافطه متعلقه الاهلي خد دوري. امشي في الشارع الاهلي خد دوري. بيراميدز هيقول لك الاهلي خد دوري. الزمالك هيقول لك الاهلي خد دوري. اوعى تقع في الفخ. وقصه المدرب الجديد اللي جه الاهلي، ما كانش وقته الاهلي يفسح على عنه دلوقتي. كان لما الاهلي ان شاء الله يخلص ماتشاته المهمه جدا دي وياخد دوري. لكن دلوقتي الاهلي لسه ما خدش دوري. اوعى تقع في الفخ. طب الفترة الجاية عندك 3 ماتشات اكسبهم. ما تقوليش بقى ان الزمالك يكسب بيراميدز والكلام ده طبعا زيك لو كسب بيراميدز هيرفع له القبعة وزي الفل. حتى لو لعب ماتش حلو وخسر هيبان في الملعب. الملعب ما بيكدبش، هيبان ان كان ماتش تمام ولا ماتش مش تمام. فسيبك من بيراميدز دلوقتي ولا يعمل بيراميدز دلوقتي، وخليك مع النادي الاهلي. اوعى جماهير النادي الاهلي او لعيبه الاهلي تقع في الفخ. دلوقتي الاهلي عنده 3 ماتشات، واحده واحده عليا. عنده بكره سيراميكا، وبعد كده البنك الاهلي، وهيختم بفاركو. طيب التلات انديه دي ما عندهاش طموحات؟ طبعا عندها طموحات. البنك الاهلي اهو بقى مرعب وعايز يخش كونفدراليه وعايز يحافظ على الكونفدراليه. محدش يقول لي خلاص البنك الاهلي ضمن. لا، اقول لك كده عليا كده، وتعالى وانت نبص على الجدول ونشوف شكله عامل ازاي. دلوقتي سيراميكا عنده 31 نقطة، الاهلي هيلعبوا بكرة. والبنك الاهلي عنده 36 نقطة، فاركو عنده 30، والمصري عنده 35. اذا المصري في الجيم، البنك الاهلي في الجيم، سيراميكا برضه في الجيم، خلي بالك. فالبنك الاهلي هيحجر معاك، وسيراميكا هيحجر معاك، وفاركو اللي كسب هيحجر معاك. عندك 3 ماتشات جامدين جدا جدا، منهم فرقتين وقعوا بيراميدز وخدوا منهم 6 نقط. فما تستسهلش الماتشات الجايه. كام ده مجلس الاداره وكام للعيبه. ما تقولش خلاص ان خلاص الاهلي خد دوري. لا، اكسب 3 ماتشات خد دوري. يعني اكسب 3 ماتشات خد دوري، واجل بقى موضوع الاعلان المدرب الجديد ده اللي كان لازم يتاجل شويه. عشان كده حصل البلبله يا جماعه مع اللعيبه والجهاز الفني والكلام انت عارفينه ده، واللي هيمشي واللي هيقعد. فدلوقتي اهم مرحله دلوقتي للنادي الاهلي انه يركز في ورقته. على راس زاهر، ركز في ورقتك. خدت 3 نقط، خدت 3 ماتشات دول ب 9 نقط، خدت دوري. هتستسهل الماتش هتلاقي الدنيا وقعت جدا. وخلي بالك بيراميدز مش هيقع تاني. فالاهلي يا جماعه دلوقتي اوعوا تقعوا في الفخ. خدها ماتش بماتشه، ماتشات كؤوس. عندك بكره، اعتبره بكره ماتش دوري. خلص سيراميكا خش على البنك الاهلي، ماتش برضو كاس قصدي. ماتش فاركو نفس الكلام. 3 ماتشات كؤوس تخليك تاخد دوري في موسم صعب جدا. والدوري ده هتبقى خدته من بعيد بعد فخ مدريد لو تفتكروا في ماتش بيراميدز اللي خلص بالتعادل 2-2. فنهدى كده يا جماعه. الاهلي لسه ما خدش دوري، ولسه الدوري في الملعب. الكلام للعيبه الاهلي. شكرا يا كباتن، وكلامنا خلص، وكلامي دايما ليك. شكرا ليك يا صديقي.